بوراوي بن محمد شعري، من مواليد سوسة، ولي تلميذ هيثم الشعري. يعني جاي باش يعدي الباك، عدى ليمات نورمال، بعدين جاته وعكة صحية، جبتوا ليرجونس هنا في فرحة حشاد. بون قاموا بالواجب، حطوا بارك الله فيهم. حاولنا اليوم باش يعدي نورمالمون، قيل اللي حالته ما تسمحش، ولذا اتصلت بالإدارة الجهوية للتعليم في سوسة هنا، قابلت السيد المدير الجهوي السي رضا، الله يبارك فيه ويرحم والديه. يعني نبلغ له اني شكري بكل صراحه، الانسان وقف معايا هو ومدام نزيهه في الاداره الجهويه للتعليم، وفي ظرف تنجم تقول 10 15 دقيقه خصصوا لنا الامن وخصصوا لنا اساتذه باش يراقبوا، وبعثوا لنا الدوسي نتاع الامتحانات، والحمد لله عدى في حاله طيبه. ونشكر الامن ونشكر الاداره الجهويه ونشكر السبيطار في نفس الوقت، فرحة حشاد والعوان اللي فيه. اليوم أعلمنا، جاء الولي بعد ما أعلم مديره في المركز الكتابي نتاعو اللي هو مدير معهد حمام سوسة 2، زاد جاء أعلم مندوبية اللي هي بدورها خذت الإجراءات اللازمة في وقت قياسي، وأمكننا بإذن الله أمكننا كونه نجيبوا نوصلوا الامتحان للهيثم. بالنسبة للتلامذة هذوما ناخذوا احنا الامتحان من المركز الكتابي ونجيبوه للتلميذ بعد بيانسور بعد انطلاق الامتحان في المركز الكتابي الأصلي. دونك نوصلوا به حكاية 8:15 لهنا بعد ما نسكروه بالطبيعة الامتحان في انفلوب وكل ما لازم، ونجيو ونحتسبوا الوقت الضايع للتلميذ باش يكمل به، يعني ما ياخذ حقه في التوقيت الرسمي للامتحان. هيثم تعدي باك شنو؟ باك تكنيك. عديت الايامات العاديه عادي؟ عديت في ليسي حمام سوسة 2، ومن بعد الزهر نتاعي حصيلو ما عادش جاتني فازه في الوالي، وكاو هاني فرحة عشاد. اليوم عديت اول امتحان في فرحة شنو عديت اليوم؟ دوفوار انفو ومن بعد عربي عدينا هنا. كيفاش كان الاشراف من قبل السلطات الخاصه سواء كانت الطبيه الامنيه المندوبيه الجهويه معناها؟ لا فيهم صح، الدوفوار ما في بالهمش بيا، جاي فيسع الدوفوار وجاو كل شيء فيسع وخدمت الدوفوار قرا عليه في ليسي ما يقلقش كاو حاجه عليها. شنو نفسيتك شنو معنوياتك؟ لاباس عليه سافا من ناوي تكمل الاخر بالباهيه؟ ان شاء الله ان شاء الله رب. اليوم جيران انت ومحمد مع بعضكم تعديوا في الباك، شنو لقيت صاحبك لهنا معنوياتك ارتفعت شويه؟ لا تكون معايا مش وحدي، اشتريت اللونجلي مع بعض ان شاء الله. اسمي حسين الصغير، نقرأ في معهد فرحة حشاد مساكن، نتعالج في المستشفى الجامعي فرحة حشاد بسوسة، نعدي في الباك هني سني. باك شنو؟ باك مات، وإن شاء الله سنين ناخذه إن شاء الله. بالنسبة للإطار الصحي الحمد لله ممتاز جدا، معناها معاملة خاصة. سي رياض بارك الله فيه، والله حسبني كما ولده ولا أكثر، فهمتني. كل صباح يجي قيمني من النوم، معناها عامل معايا معاملة ممتازة بالحق. نتعب ياسر فهمتني في التعدية متاع الامتحانات، كمثال كتلميذ قاعد على واحد وعندي معناها بنوموتوراكس يعني فهمتني، نتعب ياسر. سي رياض بالصدفة معناها الحالتين اللي يعديوا الباك في المستشفى في قسمك؟ والله من النهار الاول جاء حسين صغير، من النهار الاول بدا يعدي عندي، معناها يعدي في الامتحان بكالوريا بعدنا. وسمعنا البارح اللي فما ولا يدخل من سوسه في القسم الاستعشاري، كيف زاد حتى هو عنده بنوموتوراكس، قالوا بون باش يعدي غادي كذلك انت. اليوم جابوه معنا القسم الاختصاص اللي هو قسم امراض الرئه، وغدوه ان شاء الله يعديوا بعضها من اخر النهار للميزيج. سي رياض اكيد الاجواء تبدا خاصه كيبدا فما تلامذه نتاع بكالوريا. والله احنا ولات عندنا الخبره في الامور هذه، خاطر صحيح كل عام ولا يجي يعدي عندنا واحد في القسم الامراض الصدريه، نعملوا له بيت خاصه اللي هو نحاول الهدوء التام، معناها تراك قدام البيت نتاعو كاتبين معناها انا با ديرونجي، هدوء من فضلكم. الاصل حتى الزائرين ولينا ما عادش خليهم يدخلوا حتى في وقت زيارتهم، المسا يشرب ربع ساعه نص ساعه يضحيوا حتى كل وليد يكمل يعدي الامتحان نتاعو. كيف ولدنا انا عندي وليد قاعد يعدي سنه، وذوكم ولادي زاد يعديوا انا لا ميم شوز، باش هزيت لهم المورال، هزيت المورال وحسين الخاص هذا يدخل اليوم هيثم،
قلت له راهم 3 عداو عنا معناها 3 ans تاني عداو عنا وتبارك الله 3 نجحوا. معناها وجوهكم باهية على تلامذة الباك. قلت له ان شاء الله سيكون معناها سوفي ان بو لو مورال. نهار الاول حسيت ستريسي وخايف كل شيء، قلت له ان شاء الله تقدر سامع العليم ان شاء الله حتى تزال ان شاء الله. فما معاملة معناها خاصة. والله نقيموا صباح، نقيموا وين صباح باش كي يحضر روحه قبل ما يجيو الاساتذه يغسل حالته يصلي هو الوليد يمشي ولا يعطي صحه. يحضر روحه يمشي لبيت الراحه يمشي يغسل وجهه كل شيء. كيف ولدي كما قلت لك نجيب له الشوكولاته زاده باش نحلي. تعاونوهم في الريفيزيون؟ والله نحاولوا في الهدوء. الريفيزيون هكا الكتب نتاعو كان عنده زميل خليت امه بحذاه. انا ديجا حسين امه عطيته فرش قلت له كان تحب امك تاخذ بحذاك انا باش تسون تحس في جو عائلي. الحمد لله. قال لي يا عمي معناها يقول لي عمي رياض اموري راكعه ديما حتكش حاجه قبل ما نروح نشوفه تو كيما كنت شفتي توا. ان شاء الله ملتقانا غدوه تحبوش حاجه توصيش حاجه وربي ان شاء الله ينجحهم وربي. شنو باش وعدوك كان نجحوا ان شاء الله؟ والله نفضلكم احنا وعدونا احنا الجائزه تاعي الكبيره هو كي ينجح هذاك سي ان بليزير بور موا السيرفيس كامل ان شاء الله ربي ينشروا جانبي. وما ننساش كرسي بالحم تاع تويس. نفضلكم احنا كل منها حسين يجيب لنا كرسي بالحم وهي تبدا براسه. شكرا.